فكل الضغط بيجي علشان خاطر النقطة دي، انه يطورني. وبالتالي انا ممكن اعكس الموضوع، اروح اتطور انا بدري بسرعة واطبق واظبط الموضوع ده من غير اصلا ما يحصل لي حاجة، وبالتالي الضغط هيقل جدا في الحياة. لو انا رحت طورت نفسي في جوانب متعددة، زي مثلا سكيلز معينة اكتسبتها، علم معين اتعلمته، درست حاجة معينة، عملت كذا، كل ما طورت نفسي في جوانب مختلفة ومتعددة كل ما كان أفضل، وبالتالي كل ما قل الضغط عليا في الحياة. تاني نقطة، في ناس أوقات بيبقوا يعتقد إن في ضغط، هو دايما بيحصل معاه مواقف معينة، حاجات معينة بتحسسه انه في ضغط، بس هو مفيش ضغط في الحقيقة. لو قعدنا نبحث ورا المواقف دي مش هنلاقي في ضغط. هو محتاج بس يقعد ياخد نفسه، يسترخي، يسمع كده، يحاول يفكر في كل اللي عدى عليه مثلا من ضغوطات الى اخره، ويقول هو انا اتحطيت في الحاجة دي ليه؟ يسأل نفسه بس، ويحاول يدور طب انا ممكن اعمل ايه علشان خاطر احل مشكلة زي كده، او اعمل نقطة زي دي، او كل ما سأل نفسه، كل ما عرف انا ليه حاسس بكده، ليه بفكر كذا، ليه بعمل كذا، هيلاقي فيه اجابات. مع الوقت الاجابات دي هتتحسن لحد ما يحصل على افضل اجابة، وبالتالي يتخلص من جزء كبير جدا من ضغوطاته في الحياة.